التعارض ده أوله مثلا إن هما المفروض يدوا دور للفنان أحمد حاتم بحيث إن هو اللي يتدخل في الأحداث دي، في حين إن هما جابوا واحد ضابط اللي هو حمزة العيلي المفروض إن هو اللي موكل بيه وإن هو يقود حملة البحث عن القاتل الحقيقي. هنا بنتفاجئ إن الضابط بيستعين بالكاتب علشان يفك له كتير من الألغاز، وده لما أثر على الفيلم أثر على الدورين مع بعض، لأن احنا متعودين إن الضابط هو اللي بيفكر وبيوصل للنتيجة، في حين هنا الفيلم عايز يطلع لنا البطل اللي هو البطل الأساسي اللي هو الكاتب هو اللي هيقدر يوصل للنتيجة. فهنا حصلت المشكلة إن دور الضابط اللي احنا مستنيينه إن هو يفك لنا الأحداث ضعف جدا، في مقابل دور البطل اللي هو المفروض يفك الأحداث واللي مرة مع مرة كان بيفكها غلط بناء على تصوراته هو الشخصية. وده بيوصلنا لمرحلة إن الأدوار نفسها مش عارفة تاخد حجمها بالشكل الصح. يعني لا احنا عارفين ندي دور لأبناء حسين فهمي، ولا احنا عارفين ندي دور منفرد كده للفنان أحمد حاتم، رغم المحاولات المستميتة إن هم يظهروه بشكل الكاتب المثقف الذكي اللي البنات كلها دايبة فيه، ولا في نفس الوقت عارفين ندي حجم للضابط اللي جاي يفك أحداث القضية والجريمة، ولا حتى مساحة للأدوار بقى المساعدة عامة اللي ظهرت معانا في الفيلم بصفة عامة.